بس الحقيقه انت تقدر تعمل كل حاجه. هو انت بجد مش فارق معاك، ولا بتقنع نفسك ان مش فارق معاك؟ في فرق كبير بين واحد مش مهتم وواحد خايف. في حاجه اللامبالاه اللي انت فيها دي مش برود، انت بتهرب من الواقع، حاسس ان الشيله تقيله عليك كل يوم. انا مش قادر اذاكر، انا مش في المود، اليوم طويل عليا. الحقيقه انت بتدور على شماعه ترضي بيها ضميرك. طبيعي تحمي نفسك من احساس الفشل، محدش بيحب يحس ان هو فاشل. بس الحقيقه انت تقدر تعمل كل حاجه. بس انا عارفك بتحب يبقى في حافز. قسم اليوم لبلوكات صغيره، ساعه تركيز و10 دقائق راحه، وابدا بالسهل عشان تحس انك انت انجزت. ودايما نسال نفسك سؤال: انا عاوز اوصل لفين؟ طب ولا هندسه ولا تجاره ولا حقوق؟ براحتك، حط هدفك قدامك واسعى له، لان اللامبالاه مش شخصيه، دي عاده، والعاده بتتغير. لا ربي وليس إلي سوى مددت يدي مرتجيا رضا كريم لا يرد سؤال عبد. كل مرة تقول هبدأ في الوقت ده، خلاص لازم الأسبوع الجاي ده أظبط الدنيا وأرتب كل حاجة وأخلصها، ده أنا هعمل جداول، ده أنا هسوي الهواي، وما بيحصلش حاجة عزيزي المشاهد. يجي يوم السبت وبعده الحد وتقول بقى هبدأ خلاص الأسبوع الجاي عشان أبقى فايق، ما بيحصلش. بدأت صح ابقى كاني زي اللي بدأ من اول السنه والدنيا ماشيه معايا تمام ولا؟ لا عادي طبعا مالهاش علاقه، بس اكيد يعني هو هيبقى فارق عنك في المستوى. يعني هو هنا رمضان بيسأل بيقول ان انا مثلا لو بدأت دلوقتي هبقى زي اللي بادئ من اول السنه. اكيد لا، بس على الاقل ابدأ. يعني في مثل او في مقوله جميله بتقول لك ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني انا ما بدأتش مش هقعد بقى ابص ان انا وانا لو بدأت دلوقتي هتساوى باللي بادئ من اول السنه. ما تقعدش تفكر في الحاجات دي اصلا. انت في حاجه في ايدك تاني. يعني انت دلوقتي في ايدك حاجه تانية، هو يتأجل السنه وتقسم، يا اما خلاص تتوكل على الله وتبدأ. هو في حاجه تانية في ايدك؟ خلاص يبقى انا بقى ما اقعدش اسال الاسئله بتاعت ان انا لو بدأت دلوقتي زي اللي بادئ من الاول. انت مالكش دعوه بحاجه زي دي اصلا. انت اجتهد طول الوقت بتعاني ليه؟ لان انت بتعمل حاجه انت من جواك اصلا مش عايز تعملها عشانك، فبالتالي انت مطلوب من حضرتك انت اللي تعمل ده عشان تبقى انت انا عايز اعمل حاجه انا عايزها. انا ف انا النهارده مش مطلوب مني افضل افكر هو انا يا ترى هرضي بابا ولا مش هرضيه. ادام انا بعمل اللي عليا ما افكرش بقى مش بتاعتي، ما انا كده برضيه، لان النتائج دي انا مش متحكم فيها، انا كده برضيه. اللي هو ايه واجب ايه دلوقتي؟ ان انا اسعى. هو الطاعه هو البر ايه يا جماعه؟ بس في نقطه، هو البر اللي انا اخلي بابا يرضى عني ويحبني، ولا البر اللي انا اعمل ده؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ انا ممكن اقدم كل انواع الطاعات لبابا وماما. انا بكلمك علشان معظم الناس بتقول احنا بنحب، يعني انا خايف عشان اهلي، فتعالى نقلب الترابيزه. انت مطلوب منك في النهايه بابا بيبقى بيحب. بقول لك ايه، رمضان هيعدي سواء ذاكرت او لا، بس سؤال: انت هتخرج منه بنفس المستوى؟ في ناس هتطلع سابقه الكل، وفي ناس هتقول ياه ده لسه بدري. رمضان شهر انضباط، واللي يعرف يتحكم في نفسه فيه هيعرف يبقى منضبط في اي حاجه في حياته. اوعى تستنى دافع ابدا، حتى لو انت مش جاهز، الدافع بيجي وانت ماشي. ركز واستغل الشهر الكريم. بص، لما تيجي تذاكر اوعى ترحم نفسك وانت بتذاكر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما تحط لنفسك وقت معين انت هتذاكر فيه حاجة معينة، ما ترحمش نفسك وانت بتذاكر في الوقت ده نهائيا. ليه؟ عشان خاطر الندم لما بتعمل الحاجة مش بيفيدك. الندم لو انت قعدت تندم بعد ما خلصت الوقت المحدد ليك او الوقت المعين اللي انت كان المفروض تخلص حاجة فيها ومعرفتش تخلصها، ساعتها هيبدأ يجي الندم. طب انا ليه ما عملش كذا؟ ليه ما ذاكرتش الوقت كويس؟ ليه هتلاقي فيه دايما علامة استفهام او دايما دائرة شك في قدراتك كده. فعشان كده بنقول ما ترحمش نفسك وانت بتذاكر في الوقت المعين اللي انت هتكتبه لنفسك او الوقت المحدد اللي انت حددته لنفسك. لازم تفرق في الكلام ده ان انت ما ترحمش نفسك في الوقت اللي انت محدده. اكتر من كده انت لازم تريح نفسك، لازم ترحم نفسك. مش معنى ان انا بقول لك ما ترحمش نفسك وانت بتذاكر يعني ما ترحمش نفسك طول اليوم او ما ترحمش نفسك طول الاسبوع.
وما ترحمش نفسك طول الوقت. لا، انا هتكلم على الوقت المحدد اللي انت بتحدده لنفسك او بتعمله لنفسك. وركز على صحتك كويس قوي، وارحم نفسك في الوقت اللي انت مش هتذاكر فيه. كل شيء تستغنى عنه في سبيل انك تكون انسان احسن هو بالنسبة لك مكسب مش خسارة. كل شيء خسرته في سبيل انك تحسن من نفسك هو ما كانش خسارة، هو كان مكسب. دي القاعدة اللي كلنا متفقين عليها. حضرتك عايز تاخد الطريق السريع، تمشي تقطع بسرعة وتختم القرآن في 3-4 ايام، وبقية الشهر اللي هو بتلقف نفسك او بتوقف نفسك على رجليك، تمام. لا، حضرتك شايف ان الطريق المنظم هو الافضل، وان انت تمشي الخطوات بالتنظيم ده الافضل. دي حاجة ترجع لك. الشاهد من الموضوع ان مفيش طريق واحد للوصول الى النجاح، ولكن في مليون طريق الانسان يقدر ان هو يعدل من نفسه. مش قادر أذاكر، فاضل على الامتحان 10 أيام وليا فترة مش قادر أذاكر. بفتح الكتاب بس مش مركز، أو حتى بذاكر طول اليوم والمحصلة بتكون قليلة جدا. جربت أغير جو وأذاكر بره بس ما لقيتش فرق كبير، كأن مخي رافض يستقبل أي معلومة إضافية. وقتها قررت أوقف وآخد يومين بريك. أوقات الحل إن الواحد ياخد بريك. خرجت مع أصحابي أو حتى كنت بتمشى شوية لحد ما حسيت إني قادر أرجع أكمل تاني. أوقات البريك بيكون أفيد من الواحد يكمل بتحصيل قليل أو بنتائج سلبية. اهدى شوية، انت مش متأخر، وانت مش سابق، وانت مش في حتة غير اللي ربنا حطك فيها، وانت مش هتعمل في الوقت غير اللي ربنا أراده. استهدى بالله، كل حاجة بتيجي وكل شيء عند الله بقدر. وانت مش مطالب بان انت تقعد تعمل السبرنتات اللي المجتمع الحديث النهاردة والخطاب الحديث النهاردة بيزوقك انك تعمل. الكل يجيد صياغة الأمنيات، وربنا قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ولم يقل بما كنتم تأملون. وتذكر دائما التعب يزول وينسى، والنتائج تدوم وتبقى. بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. الموضوع مش كيمياء وفيزياء وأحياء ورياضة، الموضوع صناعة كارير، صناعة مستقبل. 60 سنة إذا كان لنا عمر ونصيب عايشهم أو أكتر أو أقل، عيشهم في، مش هقول لك هتعيش مرتاح، محدش هيعيش مرتاح عشان تقول مواطن، طب هندسة صيدلة محدش هيعيش مرتاح، لكن على الأقل تعيشها، تحقق نجاح في حياتك في السن الصغير ده. أول إنجازاتك تحطها في السي في إنك أنت طلعت إنسان متحمل المسؤولية وجبت حاجة و90%. أول إنجازات حياتك هي دي تعتبر يعني. وربنا يوفقكم ويكتب لكم خير يا رب، اللهم امين باذن الله رب العالمين. تاني باكد على المعسكر، ما تنساش تتعامل معاه بقوه.